لو سألتك دلوقتي ايه اكتر حاجة انت نفسك تحققها؟ اكيد طبعا هتقولي حاجات كتير قوي انت نفسك تحققها ونفسك توصل ليها. طيب لو سألتك قلتلك ايه الحاجات اللي انت بدأت في تحقيقها من كل حاجة انت كنت بتحلم بيها قبل كده؟ هترد عليا برضه وتقولي مفيش، وتبدأ تفكر وتبدأ تدور ايه الحاجات اللي انت حققتها في حياتك، بس مش لاقي، مش حاسس ان انت عملت حاجة. في الحلقة دي هقولك على بعض العلامات اللي تخليك تعرف انك شخص طموح جدا بس في نفس الوقت كسول ومش قادر تاخد اي خطوة ايجابية. في الجزء التاني من الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تتخطى المرحلة دي بطريقة مجربة جدا، وهتساعدك بشكل كبير جدا انك تقدر توصل لكل حاجة نفسك فيها. تابع معايا الحلقة للنهاية. اوقات كتير جدا في ناس بتبقى عايزة تنجح في حاجة معينة في حياتها، بس هي بتكتفي بحاجة واحدة بس، إنها تفضل تفكر وتتخيل وتقعد كده على سريرها أو على الكرسي حاطة الأغاني في ودنها وعمالة تتخيل كل حاجة هي حابة تنجح فيها. في ناس تانية بتبدأ في التنفيذ. في ناس لو أنت منهم اللي بتفضل تتخيل إنك نفسك تنجح في ده وتنجح في ده، بس للأسف الشديد أنت ما بتاخدش خطوة إيجابية على أرض الواقع. تتخيل إنك لاعب كورة، تتخيل إنك ممثل، تتخيل إنك دكتور، تتخيل إنك مغني، تتخيل إنك إمام، تتخيل، لكن على أرض الواقع مفيش خطوة إيجابية أنت خدتها تخليك أو تثبت فعلا إنك بتحقق اللي أنت بتحلم بيه. ودي مشكلة كبيرة جدا، لازم تبدأ النهاردة قبل بكرة في إنك تتخلص منها، علشان الوقت اللي بيروح صعب يرجع تاني. العلامة التانية، طول الوقت بتستنى الشغف يجيلك علشان تقدر تنفذ الحاجة اللي انت بتحلم بيها. ودي من اكتر العلامات المؤذية لأي شاب ولأي حد في الدنيا كلها، انك تقول لنفسك انا هستنى لما يبقى عندي طاقة ايجابية، هستنى لما يبقى عندي باور، وبعد كده انفذ اللي انا بحلم بيه، بعد كده انفذ اللي انا عايزه. هتستنى لحد امتى؟ بقولك اليوم اللي بيعدي هتندم عليه. بقول لك النهارده الساعة اللي هتعدي من غير ما تعمل فيها حاجة انت بتحبها او حاجة انت راضي عن نفسك فيها هتندم عليها. نصيحتي ليك، اوعى تستنى الشغف يجيلك علشان خاطر تبدأ. والدليل على كلامي انك اول ما بتنجح في حاجة كان نفسك فيها، حتى لو تافهة وصغيرة، انت بتحس ان الشغف حضر، بتحس انك عندك باور وطاقة ايجابية جدا، طاقة ايجابية كبيرة قوي قوي، في انك عايز تبدأ اكتر، في انك عايز تنفذ اكتر، في انك عايز تنجح اكتر واكتر. فبلاش تستنى الشغف، ابدأ دلوقتي حتى لو بحاجة قليلة قوي، وبعد كده هتلاقي الشغف بيجيلك وعمال بتطور اكتر واكتر، وعمال بتنجح اكتر واكتر. لكن فكرة استنى الشغف او استنى فكرة ان انا يبقى عندي باور او يبقى عندي طاقة او ابقى متحمس علشان خاطر ابدأ او عشان خاطر اعمل، مش هتعمل اي حاجة، وفي النهاية هتندم انك بتضيع وقتك في الفاضي. العلامة التالتة، بتستنى لما الظروف تبقى مثالية علشان خاطر تبدأ في الحاجة اللي انت بتحبها. هتستنى ايه؟ إذا كان الظروف المثالية ما بتتخلقش غير لما تشتغل وتجتهد وتقبض ويبقى عندك فلوس و حاجات كتير قوي، وقتها الظروف المثالية بتبدأ. لكن أي ظروف مثالية هتبدأ لك علشان خاطر أنت تبدأ في تحقيق أحلامك؟ ده أنت المفروض تتعب وتجيبها من تحت علشان خاطر تقدر تنجح، علشان خاطر أنت بنجاحك وتطورك وإصرارك على النجاح هتخلق الظروف المثالية. كل ما ابتديت وقلت يلا انا هبدأ، مش هستنى الناس، مش طز في نظرة الناس، طز في الناس اللي بتتكلم عليا، ما يهمنيش اي حد، الحاجات دي كلها، وبدأت على طول بأقل الامكانيات، خلقت بعد كده لما تبدأ تنجح او تبدأ تطور او تبدأ تكمل الظروف المثالية اللي هتخلق منك الانفجار الكبير، الشخصية المختلفة، الشخصية الناجحة، الشخصية اللي بتحاول على قد ما تقدر انها تكون اقوى من امبارح مليون مرة.
لكن فكرة ان استنى الظروف المثالية او استنى ان ظروفي تتحسن، فما فيش ظروف هتتحسن ولا في ظروف مثالية هتظهر في حياتك، وهتفضل قاعد النهاردة وبكرة وبعده والسنة هتعدي لحد ما تلاقي الظروف المثالية بتجيلك. لكن للأسف عمرها ما هتجيلك. الظروف المثالية بتتخلق فقط للشخص المجتهد، للشخص اللي بيتطور، للشخص اللي بيحاول ينجح، للشخص اللي بيسعى، للشخص اللي دايما عنده طموح ان يبدأ حتى لو بأقل الإمكانيات. العلامة الرابعة، أنت كل يوم عمال تجلد ذاتك بإن أنا فاشل، أنا ما نجحتش، أنا ما وصلتش لحاجة أنا نفسي فيها. بالعكس، أنا طول الوقت فاشل في حياتي، والدنيا بتيجي عليا، واللي بيدخل حياتي بيأذيني وبيمشي، وتفضل تعيش دور الضحية، وبتشوف نفسك بنظرة تشاؤمية، وبتشوف إن الناس اللي حواليك والظروف والمجتمع هم اللي ظالمينك، والبلد وظروف البلد هي السبب. في عز ما في حد في سنك واصغر منك واكبر منك في ظروف البلد وفي ظروف المجتمع وفي ظروف مش عارف ايه، بس بينجح، ما بيستناش ده يطور، ما بيستناش البلد تبعت، ما بيستناش ده، ما بيستناش ده، لا ده هو اللي بيساعد البلد، هو اللي بيساعد نفسه، هو اللي بيساعد الناس اللي حواليه، هو اللي بيخلق فرصة لنفسه، هو اللي بينجح، هو اللي بيقف على رجليه، هو اللي بيطور، هو. النهارده على السوشيال ميديا بقى موجود أكتر من مليون أداة تساعدك في إنك تنجح، وتساعدك في إنك تمنتج، وتساعدك في إنك تصور، وتساعدك في إنك تعمل حاجات كتير قوي. بس اتعلم إزاي توظفها، اتعلم إزاي تكون شاطر في شغلك، اتعلم إزاي تلبس كويس، اتعلم إزاي تطور من نفسك، اتعلم إزاي يكون عندك مهارة واتنين وتلاتة. الحق نفسك من دلوقتي قبل ما تفوق على كارثة تخليك بعد كده في احتياج كل الناس اللي حواليك. اسمع مني، محدش هينفعك النهاردة، واللي هيساعدك النهاردة مش هيساعدك بكرة. إذن أنا لازم أبدأ من دلوقتي. مفيش حاجة اسمها أنا فاشل، مفيش حاجة اسمها أنا شخص كسول، مفيش حاجة اسمها أنا عمري ما نجحت في حياتي. جلد الذات ده أنا هشيله من بالي خالص. أنا هبدأ من النهاردة يا سيدي، أنا فاشل أقول لنفسي فاشل، مش ما يهمنيش، بس برضه هعمل حاجة اللي أنا بحبها. أنا ما بنجحش يا سيدي، أنا ما بنجحش، ما يهمنيش، بس هعمل حاجة اللي أنا بحبها. لازم تشيل من دماغك فكرة أنا فاشل. تابع الناس اللي نجحت، الناس اللي طورت من نفسها من تحت، الناس اللي بدأت من الصفر. خلي الناس دي تكون موجودة قدامك. شوف الناس دي نجحت ازاي في عصر لا كان فيه سوشيال ميديا، لا في عصر لا كان فيه كهرباء زي اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، لا فيها انترنت زي اللي احنا فيه دلوقتي، ما كانش فيه المعلومة حتى فيها كانت صعبة جدا. ففاشل؟ لا انت مش فاشل، بالعكس انت ناجح. انت ناجح مع نفسك، بتلعب رياضة، نفسك تنجح، بتفكر ازاي تنجح، ده في حد ذاته مش فشل. فكرة انك بتشوف نفسك ان انا بصورة مختلفة، مثلا ان ده مش مكاني، دي مش بيئتي، انا مش حابب الشخصية اللي انا عليها دلوقتي، انا مش حابب البيئة اللي انا عايش فيها دلوقتي، انا بشوف نفسي في بيئة افضل، بشوف نفسي في مستوى افضل، بشوف نفسي في حياة افضل. ده في حد ذاته نجاح، ده في حد ذاته مش فشل. بس الفكرة كلها انك عايز تؤمن بنفسك اكتر وتبدأ، ما تستناش اللحظة المثالية تجيلك علشان خاطر تبدأ. انا هقولك دلوقتي في الجزء التاني من الحلقة ازاي تقدر تعالج الامور دي كلها، وازاي تقدر تبدأ النهاردة قبل بكرة. اول قاعدة، بطل انك تستنى الحماس يجيلك علشان خاطر تبدأ في حاجة انت بتحبها. على سبيل المثال، انا نفسي اصور فيديو، ودلوقتي انا لو استنيت اجيب الكاميرا واستنيت اجيب حاجات كتير جدا فمش هحقق اي حاجة. ممكن يكون باين عندك في الفيديو الكاميرا بتاعتي غالية جدا على فكرة، بس عايز اقولك انا كان بيواجهني مشكلة كبيرة قوي، هي المثالية. لازم اصور في اضاءة عالية جدا، عينها فوق معدات اضاءة. لازم اصور بكاميرا عالية جدا، عندها في الكرتونة بتاعتها ما بقتش محتاجها. عدسات موجودة وعدسة كبيرة موجودة، مايك مش عارف عامل ازاي غير المايك اللي فوق لو هو باين هنا، تمام، مايك بودكاست
حاجات كتيرة قوي. عملت بيها ايه؟ كنت دايما بدور على المثالية فقط لا غير. عارف انا بكلمك دلوقتي وانا بصور بالموبايل من غير اضاءة، مش مصور اي اضاءة، الاضاءة الوحيدة دي، والاضاءة التانية اضاءة ربنا عز وجل. اظن عندك الموبايل مش لازم كاميرا تكون احسن حاجة، كفاية المعلومة اللي هتقدمها. المايك انت ممكن تستغنى عن المايك وتصور بالموبايل. معظم الموبايلات النهاردة عادت بتنزل بمايكات كويسة جدا 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 تقدر تساعدك. طب الصوت مش احسن حاجة، تقدر تحطه على اي برنامج بيظبط الصوت مجانا، هيظبط لك كل حاجة. برامج المونتاج موجودة على الموبايل، تقدر تعمل صور مصغرة موجودة على الموبايل. حاجات كتيرة قوي، مستني ايه؟ فين اللحظة المثالية؟ انا لو كنت عملت زيك وكنت قلت يلا انا هبدأ، انا هستنى عما اجيب الكاميرا الاحترافية، هستنى عما اجيب اضاءة غالية واحترافية، هستنى عما اجيب مش عارف ايه واجيب ايه. حتى الرينج لايت ما عملتش بيه حاجة، انا كنت شغال بيهم وكنت بعمل بيهم كل حاجة. بس عايز اقول لك، اكتشفت ان ده عادي بالنسبة لي، بستخدمهم وقت ما انا عايز، ومش عايز استخدمهم خلاص زي ما انت شايف. فما تستناش اللحظة المثالية انك تبدأ. تعلم لغة جديدة وانت قاعد بالموبايل في البيت، انزل العب رياضة، ابدأ قول خلاص انا هنزل امشي. مش لازم تروح الجيم، ابدأها بالمشي. انزل كل يوم امشي نص ساعة، انزل كل يوم امشي 10 دقايق، ذاكر صفحة واحدة بس، بعد كده هتبدأ تطور من نفسك صفحتين وثلاثة واربعة وخمسة. المهم انك تبدأ. هتستنى اللحظة المثالية مش هتعمل اي حاجة في حياتك. خدها نصيحة مني، العمر مش هتحس بيه دلوقتي وهو بيجري منك، لانك هتبقى ملهي في ان انا بحب واتحب وفي ان انا بروح وباجي وبعمل، لكن نفسيا انت مكسور من جواك، لان فلان نجح وطور ووصل وانت لسه مكانك ما عملتش اي حاجة. لانك انت نفسك او بتحلم انك تبقى لاعب كورة او دكتور او مهندس او ايا كان الحاجة اللي انت بتحلم بيها او الكارير اللي حابب تحققه، بس قاعد مكانك ما بتفكرش ازاي اعمل ده. بس قاعد مكانك بتفكر في حاجة واحدة بس، انك تتخيل كرسي المكتب اللي انت قاعد عليه، الشركة بتاعتك، وانت عمال مكسر الدنيا وبتجيب اجوان، لكن على ارض الواقع ما بتنفذش اي حاجة. فبدل ما تتخيل وانت بتحقق الامور دي كلها، تخيل نفسك ازاي هتبدأ. اسعى واجتهد واعرف ازاي تاخد اي اول خطوة. اول خطوة هي اصعب حاجة في مشوارك كله. لو خدت اول خطوة وقلت يلا، بعد كده هتلاقي كل حاجة بتيجي ورا بعضها. خصوصا خليك قريب دايما من ربنا عز وجل، هتلاقي كل حاجة بتتسهل معاك واحدة واحدة. وخليك دايما مؤمن بترتيب ربنا ليك لكل أمور حياتك، إن أي حاجة وحشة تحصل لك أنا الحمد لله راضي، نعمة وفضل والله. ما نجحتش في ده أدور على اللي بعده. دايما يكون عندي الخطة البديلة، ما ركزش على إن لازم أبقى لاعب كورة بس. لا، ما أنت لاعب كورة بس بتذاكر عشان تبقى مهندس، أو بتذاكر عشان تبقى دكتور. انت مثلا لاعب كرة او بتذاكر عشان تبقى دكتور ومش عارف ايه، بس نفسي مثلا، او نفسي مثلا اني ابقى فنان في حاجة معينة، نفسي مثلا اني يبقى عندي كونتاكت على السوشيال ميديا اقدر اقدم واحد اتنين تلاتة. فاسعى هنا واسعى هنا، هتحس ان عندك حماس كبير جدا، هتحس انك انت اللي بتخلق اللحظة المثالية، هتحس بحاجات كتير جدا 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 هتخليك سعيد ومبسوط في حياتك. الحاجة التانية، من أكتر الأساليب اللي دايما كانت بتأذيني دايما في شغلي وبتأذيني في كل حاجة حتى في أيام الدراسة كمان، هي فكرة إن عايز أعمل كل حاجة مرة واحدة. وده كان صعب جدا عليا، لأن مجرد ما بدخل بحماسي في إن أنا هعمل كل حاجة مرة واحدة، هذاكر وهصلي وهحفظ قرآن وهبدأ أروح الجيم وألعب رياضة ومش عارف إيه، كل ده كان بيبقى في يوم واحد. بدأت كله مع بعضه، بحس في أول أسبوع إن الحياة جميلة وإن كل حاجة حلوة، بس بعد كده بحس بملل، بحس إني زهقان، بحس إني مش عايز أكمل.
فحاول على قد ما تقدر انك ما تقعش في الفخ ده. طب اعمل ايه؟ قاعدة بسيطة جدا ومعروفة وناس كتير قالتها وبقولها لك تاني. ابدأ قسم اهدافك كلها لأهداف بسيطة جدا جدا. عقلك بيبدأ يشتغل على فكرة ان لما يحس ان انا ايه ده فجأة كده هلعب رياضة، بيخليك تبدأ تركز انك تعمل سكرول على التليفون طول النهار. فده يأثر على جهازك العصبي ويغير سلوكك النفسي، فتلاقي نفسك بقيت محبط وعايز تفضل قاعد عمال تعمل سكرول بالتليفون طول النهار، ما بتاخدش خطوة إيجابية. مع الاستمرارية على المدى الطويل بتلاقي نفسك نفسيا بتوصل لمرحلة مهمة جدا في حياتك، وهي إنك ما عملتش أي حاجة. وده بيأذيك نفسيا، خلي بالك، بيأثر فيك وممكن يدخلك في مراحل اكتئاب كمان. فأنا ليه أوصل لمرحلة زي دي وأنا بشوف نفسي فاشل وما بحققش أي حاجة؟ مع إن بشوية عادات بسيطة جدا، يعني مثلا بدل ما انزل اروح الجيم، طب ما انا ممكن اتمشى كل يوم وانا بسمع كل اللي انا عايزه. طيب ما انا ممكن بدل ما اذاكر النهارده الكتاب كله واوقف بعد كده اذاكر صفحه او صفحتين، انا ممكن بدل ما احفظ صفحه كامله من القران ابدا بايه صغيره واحاول امشي واحده واحده او امشي تاتا تاتا. الطفل بينزل من بطن والدته ما بيمشيش على طول، بقعد الأول ياكل ويرضع ومش عارف إيه، وبعد كده يمشي تاتا تاتا، وبعد كده تلاقي الموضوع بيجي واحدة واحدة، بيتكلم واحدة واحدة. فأنت طفل صغير بالعادات بتاعتك، كأن عاداتك دي أنت بتربيها على إيدك. ابدأ بالحاجات الصغيرة قوي، الحاجات التافهة اللي ممكن تشوفها تافهة. يعني مثلا المكتبة دي لو متلخبطة على بعضها، فأنا مجرد بس ان اجيب دي مكانها هنا، او دي مثلا احطها في مكان تاني، او مش عارف ايه، كل يوم واجي امسح تحتيهم او احاول انضف ده او التراب او مش عارف ايه، فدي عادة لوحدها بتريحني انا نفسيا. ليه؟ لان بحس ان حاجتي كلها شكلها حلو ونظيفة. ترتيب المكتب بتاعي، مجرد ما برتب المكتب واحدة واحدة بحس ان شكله حلو يخليني اتشجع ان انا اشتغل. لكن لو جيت قلت لنفسي انا ههد المكتبه دي كلها وانزلها على الارض وبعد كده امسح واروق واعمل واحط، فانا كبرت الموضوع في دماغي، فبالتالي مش هعمل اي حاجه. فانا ممكن اعمل دول دلوقتي، بعد شويه وانا فاضي ممكن اعمل ده، بعد شويه وانا فاضي ممكن اعمل ده، بعد شويه وانا فاضي ممكن اعمل ده، واحده واحده خلصتها. فانت خلي عاداتك دايما تكون بسيطه جدا وقليله جدا وتكون تافهه جدا بالنسبه لك. بعد 30 يوم انت تلقائيا بتزود من عاداتك، تلقائيا بتلاقي نفسك عملت حاجة بسيطة جدا، انك نجحت في حاجة انت بتحبها. يعني مثلا حد عايز يتعلم لغة، لو قال انا هاخد كورسات وهروح وهدفع وهعمل، مش هيعمل حاجة الا اذا عنده حصيلة لغوية وفعلا بيتكلم بس عايز يحسن اكتر. لكن الشخص اللي لسه هيبتدي مش هيعمل حاجة. لكن لو ابتدى مثلا بكلمات، جمل بسيطة جدا، وبدأ يحفظها كل يوم، مثلا 5 جمل، 4 جمل، جملتين، بعد 30 يوم تلاقيه الحصيلة اللغوية اللي عنده بتشجعه إن عايز يزود أكتر. فلما يزود أكتر من غير ما تحس، من غير أي حاجة خالص، أنت بعد سنة لقيت نفسك بتتكلم لوحدك اللغة اللي أنت بتحبها. طب ده حصل إزاي؟ معرفش. أنا كل يوم في الوقت اللي أنا فاضي فيه بقعد أحفظ جملة أو جملتين أو 5 جمل. حفظت جملة كل يوم، في آخر السنة بقى معايا 360 جملة. في السنة اللي بعدها هيكون أنا خلاص بقيت 10/10، مش محتاج أي حاجة تاني. ففي النهاية عشان ما أطولش عليك في نقطة زي دي، حاول على قد ما تقدر إنك تصغر العادات بتاعتك، علشان ده ما يحسسكش لو أنت كبرت عاداتك إن الموضوع ممل وإنك مش هتقدر تنجح، مش هتقدر تعمل الحاجة اللي أنت بتحبها.
الحاجة التالتة، لو فضلت قاعد تجلد ذاتك وما تسامحش نفسك على الأيام اللي راحت منك، وما تسامحش نفسك على إنك كنت سبب في إنك ضيعت من حياتك وضيعت من إيدك وقت كبير جدا في إنك كان ممكن تنجح، في إنك كان ممكن تطور، في إنك كان ممكن توصل لكذا وكذا. لو ما سامحتش نفسك على اللي أنا بقولك عليه ده، أنت هتفضل تجلد نفسك طول عمرك. هتفضل توصل لمرحلة من إنك ما تقدرش تنجح، لإنك هتفضل شايف نفسك فاشل. جلد الذات هو عبارة عن سلوك بيغير مسار حياتك من شخص ممكن يبقى كذا لشخص طول الوقت شايف نفسه في فحرة غويطة مش قادر يخرج منها أبدا، أو في بير علشان يبقى المصطلح بتاعه أعمق شوية، ومش قادر يخرج منه أبدا. بتستنزف طاقتك بشكل كبير جدا على إيه؟ على حاجة مش بإيدك، على حاجة ما كانش عندك الخبرة فيها، على حاجة غصب عنك وحصلت. لكن النهاردة لسه فيك النفس، فتقدر تبدأ وتقدر تنفذ وتقدر تاخد الخطوة اللي انت عايزها. النهاردة في ناس عندها 50 و60 و70 سنة، ربنا يدوم الصح، بياخدوا كليات، بيكملوا حياتهم عادي جدا، بيعملوا كل اللي نفسهم فيه، اللي ما قدروش يعملوه في شبابهم بيعملوه دلوقتي. وده الفرق بينك وبينه. فحاول على قد ما تقدر ما تستنزفش طاقتك في حاجة ما تستاهلش، في حاجة ملهاش قيمة، في حاجة مش بإيدك. لكن استنزف طاقتك في إنك تبدأ، استنزف طاقتك في إنك ما تجلدش ذاتك، استنزف طاقتك في إنك تشوف نفسك شخص ناجح، شخص كويس، شخص قادر يطور من نفسه. حتى لو ده ما حصلش، بس اوهم نفسك بده. أنا بشوف دايما إن 40% من سبب نجاح أي حد في الحياة هو الوهم. في ناس كتير جدا بتوهم نفسها بإنها هتبقى مثلا دكتور، هيبقى مهندس، هيبقى لاعب كورة، هيبقى مغني، هيبقى فنان، هيبقى وبيصدق الوهم ده، مع إنه هو وهم نفسه وهو لسه ما يعرفش هو عنده المرونة يعمل ده ولا لأ. هو شاطر في دراسته وده يساعده إن ممكن ينجح في الثانوية العامة ويجيب دكتوراه ولا لأ. هو ممكن ينجح في الثانوية العامة ويدخل كلية هندسة ولا لأ. بس وهم نفسه، فصدق وشاف نفسه ان الحتة دي على مقاسي بتاعتي اللي نفسي فيها. فبدأ من غير ما يحس يروح لها ويعرف عنها اكتر، يتخيل نفسه فيها اكتر، فيحب المذاكرة اكتر. فوهم نفسك بانك قادر تنجح، بانك قادر توصل للحتة بتاعتك دي اللي على مقاسك اللي نفسك فيها. وهتلاقي نفسك تلقائي عمال تبحث على السوشيال ميديا، عمال تدور عن ده، تاخد خبرة ده، تسمع خبرة ده، مش عارف ايه، علشان تقدر تنجح في الحاجة اللي انت بتحبها. بس اول ما هتحط رجلك على الطريق ده، واول ما تاخد اول خطوة، هتبدأ انت بشخصيتك، وهتبدأ انت على ارض الواقع تشوف فعلا الحتة اللي على مقاسك دي اللي انت رايح لها بتاعتك انت لوحدك. وده ما بقاش وهم، ده حقيقة وعلى ارض الواقع وانت بتسعى ليه. اظن مش صعبة وسهلة جدا جدا، وتقدر تعملها بدل ما انت قاعد ورافع دماغك لفوق وحاطط السماعة في ودنك وعمال تتخيل نفسك وانت بتطلع وبتلف الفضاء وعمال تتنطط من كوكب لكوكب وانت قاعد مكانك في السرير ما عملتش اي حاجة. افتكر دايما وانا صغير انا وصحابي كنا دايما بنشترك في حاجة معينة، وحاجة واحدة أظن إن معظم الناس أو معظم الشباب مروا بتصرف زي ده أو بسلوك زي ده. ركز معاي. كنا دايما أول دخلة شهر رمضان كنا بنتسابق مين ينضبط على فكرة إن يكون موجود في كل صلاة جماعة، وإن يحفظ قرآن أكتر، وإن يحضر محاضرات بتاعة الإمام اللي بيبقى مسؤول عن الجامع في الوقت ده. كلنا كنا بنكون موجودين باستمرار، وكل واحد قاعد في ركن وعمال يحفظ، وبنحط في بالنا أنا لازم أحفظ قبل التاني أو أكتر من التاني. أنا مش هقوم غير لما هما اللي يقوموا الأول علشان أكون أنا
قرأت أكتر منهم. بس الفكرة إن بعد يومين أو 3 أو أسبوع السلوك بيتغير. بنبدأ نروح نلعب كورة، بنبدأ نحضر الصلاة بالعافية، بنبدأ نهزر مع بعض بدل ما كنا رايحين نقعد نقرأ قرآن في المسجد، نقعد نتكلم مع بعض في حاجات كتير احنا نفسنا نعملها، حاجات كتيرة قوي. تدريجيا المروح أصلا بيتقطع وبنقف مكاننا ما بنعملش أي حاجة خالص. فحاول على قد ما تقدر ما تغلطش الغلطات اللي بيكون فيها حماس في البداية، لأن الحماس هو أحد أسباب تغير السلوك بتاعك تجاه الحاجة اللي انت متحمس انك تعملها. يعني انت في البداية بيكون عندك طاقة كبيرة جدا ومتحمس قوي انك تصور او تعمل حاجة انت بتحبها، بس مجرد ما تبدأ مرة 2 تلاقي الحماس ده بدأ يقل، فتحس شغفك تجاه الحاجة دي راح، وتحس الحب اللي كنت بتقدمه للحاجة دي ما بقاش موجود. وده اللي بيحصل بالمناسبة في العلاقات، انك تلاقي شخص داخل حياتك متحمس قوي قوي، عايز يكلمك كل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة طول الوقت، واول ما يعدي اسبوع او اسبوعين تلاقي الحماس بتاع الشخص ده قل جدا، فبالتالي يبدأ يحس انه مش حابب يكلمك او مش حابب يتواصل معاك او ما عندوش طاقة انه يتواصل معاك. ليه؟ هو مستني بقى ان الطاقة دي ترجع له تاني علشان يبدأ معاك بنفس القوة. فانت بتحس ان الشخص ده بقى بارد او ما بقاش يحبك، فتفضل تعاتب الشخص ده على تأثيره، فيرجع تاني يهرب منك ويبعد اكتر لحد ما العلاقة تنتهي خالص. فحاول على قد ما تقدر انك ما تكونش متحمس تجاه حاجة انت بتحب انك تعملها. كل ما لقيت نفسك متحمس تجاه حاجة عايز تعملها قول ستوب، هعملها الأسبوع الجاي، مش هعملها دلوقتي. بعد أسبوع أو تاني يوم أو بعدها بساعة فكر أو اسأل نفسك، هل أنا لسه محتاج أعمل الحاجة دي؟ أو هل الحاجة دي هي فعلا الحاجة اللي نفسي أعملها أصلا؟ هتلاقي الإجابة بقت واضحة قدامك وهي الإجابة الواقعية، أو حتى هتلاقي نفسك بتفكر بطريقة مختلفة تساعدك إنك تنفذ الحاجة دي من غير ما تأذي نفسك أو من غير ما تحس بالملل والبرود بعد كده. فحاول على قد ما تقدر الحماس اقتله، سيطر عليه. الحماس ده خليه وقت الفوز فقط، خدها مني نصيحة، الحماس يكون موجود وقت الفوز فقط. في النهاية لو كان عندك هدف أو كان عندك طموح إنك تحقق حاجة أنت بتحبها فدي نعمة كبيرة جدا من ربنا عز وجل ليك. في ناس بتكون متبلدة كده في مشاعرها ومش عارفة هي حابة تنجح في إيه، أو مش عارفة إيه هي الحاجة اللي بتحبها وعايزة توصل لها. بس لو انت طريقك مختلف وحاسس ان ربنا رزقك بنعمة كبيرة جدا انك عارف ايه هو الهدف بتاعك وعارف تنجح في ايه بالظبط، فدي نعمة كبيرة. بس اللي مش كويس واللي يضرك هو انك تفضل محول النعمة دي لأفكار خيالية فقط لا غير، ما بتتنفذش على أرض الواقع. فابدأ في تنفيذها دلوقتي قبل ما تلاقي نفسك السنين بتمر بيك وتلاقي نفسك ما بتحققش أي حاجة وترجع تندم على كل يوم ضاع من إيدك.